انت جرالك ايه؟ ازاي تسيب الشهرة دي كلها؟ انت كنت ناجح يا ابني، كنت مشهور، صوتك كان بيملى القاعات وصورتك كانت على كل بوستر. ياما ناس حلموا يبقوا مشهورين ويحطوا رجلهم في الوسط ويتصوروا ويتكلموا ويبقى في ناس تسقف لهم. ياما ناس وشباب نفسهم يوصلوا للمرحلة دي، وياما ناس اتمنت صوتها يتسمع وشكلها يلمع ويبقى ليهم جمهور وليهم معجبين وليهم بالملايين. بس في حاجة غريبة، تلاقي اللي وصل للحلم فجأة يسيبه. ليه؟ هو مش ده كان اللي بيحلم بيه؟ ولا يمكن الحلم كان ناقص؟ ولا القلب كان بيدور على حاجة تانية، حاجة أعمق وحاجة أبقى؟ أي إنسان مهما كان بيجي عليه وقت ويقف قدام نفسه، يقعد كده لوحده في أوضة فاضية ويبدأ يسأل نفسه: ليه كل الناس حواليا بس أنا مش مبسوط؟ ليه كل ما أضحك أحس إن أنا جوايا حزن؟ ليه الفلوس لما بتكتر قلبي بيحس إنه ناقصه حاجة؟ الأسئلة دي ساعات بتيجي بالراحة، ساعات بتيجي بألم، وساعات بتيجي في موقف يخض، في خسارة، في خبر مش متوقع، في حضن من طفل صغير بيقولك أنا بحبك وأنت مش عارف ترد. الشهرة من بره شكلها حلوة بس من جوه فيها ضغط وفيها تمثيل. مش تمثيل في الحلم، لأ، تمثيل في الحياة. تضحك وانت مش عايز، تتكلم وانت تعبان، تتصور وانت مكسور. في ناس بتعدي عليها سنين وهي مش عارفة هي مين، عايشة بصورتها قدام الناس بس مش بحقيقتها. وفي عز الزحمة دي يبدأ صوت صغير جواك يقولك: ارجع انت تايه. اللي بيبدأ يحس ده خلاص قلبه بدأ يصحى، وده أصعب إحساس، وساعتها بيبدأ التغيير. بس التغيير مش دايما سهل. ناس ممكن تسخر منك، وناس تبعد عنك، وناس تقول لك انت كنت نجم وضيعت نفسك، لكن اللي جواك بيقول انا لقيت نفسي. الرجوع لربنا مش انك تبقى شيخ فجأة، ولا انك تقفل على نفسك في اوضة. الرجوع معناه ان قلبك بيتنضف، انك تسجد وانت بتعيط مش قدام كاميرا. في ناس بتفكر اللي بيرجع لربنا ده يبقى اتكسر واتهزم، لكن الحقيقة هو انتصر على نفسه، انتصر على الهوى وعلى الشهرة وعلى الغرور وعلى الوهم اللي كان عايش فيه. الهداية مش ضعف، الهداية بطولة، انك تسيب كل اللي بيسقف لك وتمشي في طريق مفهوش كاميرات بس فيه نور. ليه بنرجع؟ لان القلب ما بيطمنش غير في طاعة ربنا. مهما جربت ومهما سمعت ومهما غنيت ومهما الناس سقفولك، الفراغ جواك مش هيتملى غير لما تركع وتقول انا اسف يا رب، انا راجع. الناس مش دايما هتفهم، هيقولوا عليك مجنون، هيقولوا لك ضيعت مستقبلك، هيقولوا لك انت اتغيرت. قول لهم اتغيرت، كنت عايش في تمثيلية وقررت اعيش على طبيعتي. الدنيا فانية والشهرة مش دايما، والناس هتحبك النهاردة وتنسى اسمك بكرة، بس ربنا لو انت حبيته عمره ما هينساك، ولو رجعت له هيرضى عنك وهيرضيك. رسالتي بقى لكل الشباب اللي نفسها تتشهر، تمثل، تغني، عايز اقول لهم يمكن انتوا مش مشهورين ولا فنانين، بس عندكم قلب مش هيملاه لا فلوس ولا ناس ولا سوشيال ميديا. اللي هيملاه القرب من ربنا. كل يوم بيعدي هو فرصة جديدة، فرصة ترجع لربنا، تتوب وتبدأ من جديد. اصحى من دلوقتي واسأل نفسك: انا ماشي على فين وقلبي عايز ايه؟ اللي قلبه بالشكل ده ربنا بيبعت له نداء. ساعات النداء ده بيجي في هيئة مرض، ساعات في موقف يخض، او في كلمة من شخص بسيط، وتبدأ الناس تصحى ويبدأ الضمير يتكلم ويبدأ القلب يدق على باب ربنا. ولما القلب يدور على الحق ربنا ما بيردهوش. ليه؟ لان اللي جواه اتغير. الهداية مش بتيجي لأي حد، الهداية بتيجي للي قلبه لسه صاحي.